لو في يوم صحيت ولقيت حالي زايد 5 كيلو بدي انزلهم بسرعة بس بدون ما احسب اكلي، شو ممكن اعمل؟ 6 خطوات راح اعلمكم اياها اليوم. الخطوة الاولى، ما تغير اكلك، غير مواعيد اكلك. كيف؟ كل وجبة بتاكلها ممنوع تاكل بعدها اشي لفترة 6 ساعات، ولا حتى اي اصغر سناك في حياتك. مسموح لك تشرب اي شيء 0 كالوري. الخطوة الثانية، راح اعمل نوعين من التمرين الخفيف. واحد، نرويجيان 4x4. شو هو؟ 4 دقائق تمرين قوي. شو مكان نوع التمرين؟ بشدة عالية. بعدين 3 دقائق بريح، بكررها 4 مرات. وتمرين من نوع تاني اللي هو مشي بشكل بطيء يوميا لأي فترة، ويفضل بعد الوجبات. هذا الحكي بفعل انزيم PPAR ألفا، إنه هو نفس الانزيم اللي الأوميجا 3 بفعله، وهذا الحكي بيدرب الكبد إنه يحرق دهون. ثالث خطوة، باكل أجبان عالية بالدهون فيها حمض أميني اللي هو C15، وأنا عملت حلقة كاملة عن C15 وفوائده، وهو بيحمي خلايا الكبد من التدمير. أو ممكن تاخذ مكمل فاتي 15. الخطوة الرابعة، بنحاول نخفف الستريس قدر المستطاع، نعمل أشياء بنحبها، نتمشى، نوم عميق، ساونا، مساج، جاكوزي. 5 خطوة، بنزود البروتين في الأكل، مش بس عشان موضوع الشبع، كمان بيساعد في مقاومة الأنسولين، بيساعد في بناء العضلي، وفوائد كثيرة ما إلها نهاية. وسادسا، البوليفينولات، والموجودة في البصل، في الثوم، في التوتيات بشكل عام، وكثير أغذية ممكن تدوروا عليها. هي مضادات التهابات طبيعية، بتحسن الكبد، بتساعد في تقليل الدهون. وإشي إضافي راح أعطيكم إياه، اشرب مي، لأنه الناس بتستهين في موضوع المي. ما حدا يسألني قديش، اشرب مي منيح وذاتس ات. وما تستنى تصير عندك أمراض، خد أكشن من الآن وحل مشاكلك. وإذا بدكم نساعدكم في سوبر هيومن، في برنامج غذائي يحل لك كل مشاكلك وأمراضك ونزل لك الدهون ويعطيك جسم خرافي، ابعت كلمة سوبر أو شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. مع السلامة عليكم.